هنا كده بعد ما دخلنا الجبنة وسايحة اهي، شايفين يا جماعة اهي كده. هنزود بقى كاتشب كده اهو كده، وعندنا كابوتشا نحطها، وبالهنا والشفا. واحلى سندوتش برجر بيتي في منتهى السهولة، وما بياخدش وقت، وسريع ونظيف، وحاجة تتاكل كده وهمية. هنعمل برجر الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة. معانا التوابل دي عبارة عن بابريكا، معانا توم بودرة، معانا بصل بودرة، معانا ملح، معانا فلفل اسود. هنحط كل الحاجات دي مع بعضها في الكبة. ومعانا هنا كيلو من البانيه على الشيش، قطعيتين مع بعض، يعني شيش وبانيه، واللي حابب يعملها بانيه لوحده، اللي حابب يعملها شيش. مفيش اي حاجة بتوقف اي حد، كل واحد زي المتاح عنده واللي موجود عنده واللي بيحبه. معانا هنا معلقتين من النشا هنحطهم برضو، وبياض بيضة. وهناخد المقادير دي كلها ونفرمها مع بعض في الكبة ونرجع لكم. هنا كده بعد ما فرمناه هنبتدي نفضيه بقى ونشكله. هنا كده بعد ما فرمناه هنبتدي بقى نشكله. لو عندنا المكبس بتاع البرجر، ما عندناش عادي اي حاجة، اي غطا، اي طبق غويط، طاجن اللي هو الفخار الصغير. نبتدي بقى نشكل البرجر بتاعنا. انا معايا هنا جايبة حبة زيت، وانا بشكله بايديا، مش بلبس جلافز عشان ما بعرفش اشتغل بيه، لان طبعا بنغسل ايدنا يعني. فهنا بدهن ايدي زيت كده، وباخد كورة كويسة كده من البرجر اهي، وبعملها كده في ايدي، وبحطها هنا كده على الفورمة اللي معايا الغطا، وببتدي احط فيها كيس كده علشان الغطا ما يتوسخش ويتبهدل. ونبتدي بقى نعملها كده، نظبطها كده لما يبقى سمكها تمام كده اهو، ونعمله كده ونضغطه لما يبقى قرص البرجر زي ما احنا عايزين السمك بتاعه، عايزينه رقيق، عايزينه تخين، زي ما احنا بنحب. وده الشكل بتاعه. معانا هنا طبعا انا اكياس ببقى مقطعاها كده، بحط الكيس وبحط عليه البرجرايه بتاعتنا، ونبتدي نعمل غيره وهكذا، ونرصهم على بعض، فاصل بينهم طبعا الاكياس، وندخله في الفريزر. وبعد كده ده لو احنا هنفرزه وناخد منه وقت الاستخدام. انا حاليا هفرز وفي نفس الوقت هستخدم منه النهارده، فهاخد منه الاقراص ونعملها مقليه بانيه زي بتاع ماك، ونعمل بقى الصوص بتاعه. وهوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. هنعمل الصوص بتاع البرجر. معانا هنا مايونيز اي كميه زي ما بنحب، معانا هنا كاتشب نحط عليه حبه كويسين، معانا مستردة، معانا التركية بتاعتي بحط شوية صويا صوص صغيرين، معانا خيار مخلل عاملينه طبعا في البيت ومقطعينه، هنضيفه على الخليط اللي معانا ده كده. ونقلب كل الحاجات دي مع بعضها، وهي دي اللي هنحط منها في العيش مع البرجر بتاعنا. نروح بقى للبرجر ونرجع نحط الحاجات دي في العيش، الصوص بتاعنا، ونحط بقى في العيش بعد ما نحمر البرجر بتاعنا. هنا كده معانا البقسماط بتاعنا، عليه 3 معالق من النشا، وعليه توابل بقى بصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا، وفي توابل نازلة بتاعت شركة ويلز عشان طبعا احنا عاملين مقاطعة. بنقلب كل الحاجات دي مع بعضها، وبعدين ننزل فيهم بقطع البرجر بتاعتنا. انا بحط قطع البرجر بتاعتنا في البقسماط من غير ما بنزلها لا في بيض ولا في اي حاجة، وبتبقى عاملة معايا طبقة وبتتحمر وبتبقى زي الفل. هنا كده معانا قطع البرجر اهي، بننزلها كده في البقسماط ونضغط بايدينا ضغطة حلوة كده خفيفة اهي كده، بس كده اهي، وننفضها من اي بقسماط زيادة. دي معانا بقت قطعة البرجر اهي، وبناخدها بقى ننزل بيها في الزيت السخن، ونحط بقى الصوص ونحط عليه الجبن. هنا كده حطينا البرجر في الزيت، لما يحمر من الناحية اللي تحت هنقلبه على الناحية اللي فوق، وهنشوفه مع بعضينا.
كده خلاص هو احمر معانا وخد اللون بتاعه الحلو بتاعه اهو. هنبتدي نطلعه اهو زي ما انتوا شايفين لونه اهو، لونه قدامكم اهو شايفين. هنا كده بقى معانا الكايزر، وهنحط الصوص اللي احنا عملناه مع بعض اهو كده كويس. نغرق الرغيف كده زي ما بنحب ونوزع الخيار. وهنا انا معايا بصل قطعته وكرملته في الزيت وحطيت عليه مشروم ومع عليه ملح وفلفل، وهحط عليه برضو كده. وهنحط البرجرايه بتاعتنا تمام. طبعا المفروض بعد نحط الجبنه اللي هي بتسيح، بس طبعا عشان احنا عاملين مقاطعه فمش هينفع. فانا عندي بقى ايه موتزاريلا، فهحطها هنا كده عليه، وهدخلها الميكرويف لمدة 30 ثانية بس تسيح، وهوريها لكم بعد ما تخرج من الميكرويف. واللي حابب بقى يزود كاتشب يزود مايونيز، كل دي الاضافات بقى بنعملها زي ما احنا بنحب.